بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بفوزه المثير على فلامينغو البرازيلي ب3 أهداف ل2. الفريق السعودي افتتح التسجيل من ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 4، وعادل بيدرو النتيجة لفلامينغو في الدقيقة 20. وقبل نهاية الشوط الأول طرد الحكم اللاعب جيرسون من صفوف فلامينغو بعد تسببه في ركلة جزاء وقع من خلالها الدوسري على الثنائية. وفي الشوط الثاني وسع لوتسيانو فييتو النتيجة إلى ثلاثية في الدقيقة 70 قبل أن يقلص بيدرو النتيجة بتوقيعه الثنائية لفريقه. في الرباط وتحضيرا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، جهز نادي ريال مدريد والأهلي المصري إمكاناتهما لكسب حوار كروي سيكون عالي المستوى. التفاصيل في تقرير مراسلنا الأخضر نولي. ريال مدريد جهز العدة للدفاع عن 4 ألقاب في كأس العالم للأندية. النادي الأبيض سيفتقد خدمات 6 لاعبين، أبرزهم الهداف المخضرم كريم بنزيما والحارس كورتوا والمدافعان ميندي وميليتاو، غير أن خزان نادي القصر يعج بالذخيرة، وهو ما يضعه في نفس الهيبة والصيت المعروفين. كريم، كورتوا وميليتاو متواجدون في القائمة لأننا نعتقد أن مشاركتهم في مباراة السبت ممكنة. اخترنا بقائهم في مدريد للتعافي ثم سنقرر. الأهلي فريق يملك تاريخا عريقا وتجربة كبيرة في مثل هذه المسابقات لأنهم شاركوا فيها في العديد من المرات. إنهم فريق منظم بلاعبين يتميزون بالسرعة. ستكون مباراة متكافئة لأن لديهم نفس رغبة الفوز مثلنا على غرار كل الفرق المشاركة في البطولة. في الكفة الأخرى نادي الأهلي المصري صوب الصياغ الكفيلة بالترافع القوي، لا يشكو من غياب أركانه الأساسية، وهو شأن يرفع من مؤشرات نجاح سفير الأهرامات. أضف إلى ذلك الطفرة المعنوية العالية والخبرة الكبيرة للنادي الأحمر في المباريات ذات الزخم المميز. علينا أن نستعد وكيف يجب أن نلعب. سنركز على نقاط قوة ريال مدريد وربما نقاط ضعفهم أيضا، وسنحاول نقل ذلك إلى الفريق، لكن من المهم جدا أن نؤدي بثقة. عندما تلعب ضد فريق كبير لا يمكنك الوقوف في الخلف فقط، لا يمكنك الانتظار فقط، عليك أن تفعل شيئا. لذلك عليك أيضا أن تجدد الثقة بنفسك. للريال أحبابه الذين سيهتفون له في الرباط، وللأهلي أهله المخلصون في مناصرته. ومؤشرات اللقاء تغري بكتابة نص جميل في نصف النهائي. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس.